بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من بودكاست من دبل فيزيت. ومعانا زميلنا دكتور محمد سمير من المنصورة. أنا مش هعرف محمد، هو نفسه هيعرفنا على طول بنفسه. بالك قد إيه في الشغل أو في الدعاية أو في العمرية بوجه عام يعني. ما انا بقالي. لا، انا اشتغلت قبل العمليه، فانا كده يعتبر بقالي حوالي 8 سنين او 7 سنين في الدعايه. تمام. تمام. اشتغلت قبل شركه العمليه في شركتين، شركه ماكرو لا، في شركه قبل ماكرو كان شركه اسمها ماجنت فارما. مم. شركه يعني كويسه برضو. اشتغلت فيها سنه، وبعد كده اشتغلت في شركه ماكرو سنه، واشتغلت في شركه فارماتيك، اللي هي تعتبر اوت سورس اصلا من فاركو. مهم. الادويه كلها فاركو. اشتغلت فيها بس ما طولتش كتير، يعني اشتغلت فيها 3 شهور. بعد كده جت لي شركة العملية بقى، فأنا فيها من 2019. 2019 حتى تاريخ هذه من اللحظة. 2019 لحد 2024. احنا قاعدين على دلوقتي. البركة يا رب، على البركة يا رب. حبيبي ده. طيب، أبو سمرة، دلوقتي اللي لاحظته ما شاء الله عليك، يعني من ساعة ما عرفتك حتى الآن بتحقق السنة كاملة بتاعتك. مم. في ظل حاجة، في ظل إنك يعني 19 بتقفل السنة بتاعتك الحمد لله، في ظل إنك من المنصورة ومنصورة سنتر. أولا بتعملها إزاي؟ بس يا دكتور، هو الحمد لله يعني، هو زي ما قلت لحضرتك، أنا سنة 2019 كنت بستكشف الشركة. هي دي بتبقى متوقفة على عدة عوامل يعني. مم. تمام. أول حاجة يعني بس عشان الشركة مش اللاين كمان، مش لا، أنا الترابيزة يعني. اه. لا لا، بست اتشيفر لاين. الحمد لله كنت على لاين الكتولاك في سنة 2019. مم. فكنت بست اتشيفر الشركة عموما يعني. مم. هي بتوقف على، زي ما حضرتك عارف، على عدة عوامل. انت بتعمل بلان لنفسك من اول السنة. انت عايز تبقى فين من اللاين، عايز تبقى فين من على الترابيزة بتاعتك. مم. بتبقى عامل سيجمنتيشن صح للليسته بتاعتك، تبقى عارف السورس اوف بزنس بتاعك جاي منين ورايح فين. بتبقى عارف زي ما انت بتبقى مقسم كده الاريا بتاعتك، سترينث وويكنس بوينت. مم. فانت بينك وبين نفسك كده لازم تبقى عارف، يعني انت مش نازل الاريا وخلاص، لا، انت بتبقى حاطط لنفسك جولز. انا مثلا السنه دي انا عايز ابقى الاول على الترابيزه بتاعتي، مم. وتشتغل عليها. دي طبعا بتظبيط الليسته وتظبيط الكاستمرز بتوعك، والمتابعه طبعا مع سنه الاي ام والبي ام. ده الحمد لله يعني، من البلاننج الصح هو اللي بيخليك تبقى تستمر على الاتشيفمنت ده كل السنين يعني، الحمد لله. هو بصراحة أنا مصدقك في موضوع البلاننج لسبب. يعني مم. المنصورة زحمة في كل حاجة، يعني أنا حتى المنصوره بتاع كومبيتيشن المنصوره كومبيتيشن صعبه في كل حاجه. مم. يعني شركات، وبرضه يعني انت عارف سنتر المنصوره ده، السيرفيس على الدكاتره بتبقى يعني ما اقولكش. ودكاتره الكو إلز في المنصوره مش سهل ان دكتور يكتب لك، او سهل ان دكتور يبقى هو الكاستمر بتاعك. فانك اصلا عشان تعمل لويال كاستمر ليك، ويبقى الكاستمر ده على مدار السنين، مش اللي انت مثلا عملت له حاجه يبقى معاك، ما عملتلوش حاجه مش هيبقى معاك. دي طبعا زي ما حضرتك عارف، وحضرتك يعني طبعا استاذنا يعني، الله يعزك. مالك دمياط يعني. الله يعزك. فالموضوع ده بيبقى صعب قوي. انت بتحاول تبني الريليشن دي على مدار سنين. مم. الحمد لله ان الواحد نجح في كده يعني، يا رب الواحد يفضل مكمل ان شاء الله كده. إن شاء الله. إيه اللي ساعدك في بناء الريليشن؟ اللي ساعدني في بناء الريليشن. بس يا دكتور هقول لحضرتك حاجه. اللي بيساعدك في بناء الريليشن الريجولار فيزيت، انا شايف يعني ان مم. في دكاتره آه، في دكاتره ان كتر الزياره معاها هي اللي بتعمل الريليشن. تمام. مم. فانك تبقى مواظب على زياره الدكتور، ومواظب على انك تروح له في المواعيد، والمواعيد اللي هو بيفضلها. يعني أنا مثلا في دكتور، مثلا دكتور، انا عندي دكتور في المنصوره، ده اسمه دكتور حازم الطيار. الراجل ده مم. دكتور بيديا، من غير ذكر ماشي، أسامي. من غير ذكر اسماء. الراجل ده دكتور بيديا، راجل دكتور بيديا محترم يعني، دكتور بيديا كبير. بيقول لي انا ليه مش عارف ليه الدكاتره كلهم بيسستموا نفسهم. هو مثلا زيارته حد واثنين، بيقول لي انا مش عارف ليه الدكاتره كلهم او الميديكال ريب كلهم يصمموا يجي له يوم الاثنين. مم. تمام. فانت لما تروح للدكتور يوم الاثنين، الدكتور ده ممكن خلاص اللي هو ايه، يلا جاب اللي آخره، بعده جاب آخره. جاب اخره. فهو اصلا ما بيسمعكش، هو بيقلب، مم. بيسمعك وبيقلب، بيسمعك وبيقلب. فانت طبعا لما تختار للدكتور وتروح للميعاد المناسب اللي هو بيحبه، ممكن تاخد وقت اكبر ان انت تقعد تتكلم معاه، وتتكلم معاه في حاجات تانية غير الشغل اصلا. وفي نفس الوقت هو يبقى متقبل بقى ان انت، هو يبقى اصلا قاعد مستني الميديكال ريب اللي هو يجي. ده بقى مم. طبعا مش كل الدكاتره كده. انا بتكلم مم. اللي هو الدكتور مثلا في اوقات ما بيبقاش هو حابب يشوف فيها ميديكال ريب، وفي اوقات هو حابب برضه اللي هو ايه، شايف العياده عنده فاضيه مثلا، او العياده عنده مش زحمه، هو حابب اللي هو يقعد يتكلم مع الميديكال ريب فيس تو فيس. ده مم. طبعا بيكور الريش. وحاجه برضه يا دكتور اقول لحضرتك، احنا برضه كلنا شغالين في الدعايه برضه، من السيرفيس برضه للدكتور. ومثلا لو في اي علاقه، حاجات هو الدكتور محتاجها، حاجات نيد، وانا بقدر البيها له،
مم. طبعا الدكتور دي بتفرق طبعا على الريليشن مع الدكتور. اكيد، وخاصه ان السيرفيس مش هتنفع بدون ريليشن، او مش هيبقى لو هي تبقى بالظبط على هتبقى لها شورت تيرم. احنا عايزين على اللونج تيرم يبقى ريليشن، وتزود معاه بالظبط. السيرفيس اللي ممكن احنا يتعامل اصلا كسنتر. يعني الواحد زي ما حضرتك عارف ان الواحد اصلا ما ينفعش يخش للدكتور هو ما يعرفوش او هو ما بيزوروش كتير. ما ينفعش يروح يقول له انا هطلعك مؤتمر، انا هشتغل معاك في هطلعك ستاند الون. لا، لازم يبقى اولا في ريليشن بيني وبينه، عشان هو اولا يطلب السيرفيس دي، ثانيا ان انا اقدر اعملها له. امم. بتبقى بيزد على حاجات كتير طبعا، على السيلز وعلى الفيدباك وعلى الحاجات دي كلها. تمام. طيب انت قلت كلمه مهمه قوي، الريجولار فيزيت. من الحاجات اللي كانت بتريحني جدا معاك لما بنزل كوتشنج، اللي هو انت كنت بقول لك عايز انزل معاك، فتقول لي اختار اليوم واختار التوقيت، عايزه قبل العصر مثلا نزول، عايز بالليل، اختار اليوم اختار. واختار نوع السلاح. اه بالظبط كده. ففعلا كنت بتظبطها صح، بتقول لي عايز كام زياره وعايز امتى وانهي يوم. فكنت مم. بتعملها ازاي دي؟ في ظل ان انا اساسا ما كنت باجي بقى شايل هم هركن العربيه فين. والله كنت بحضر لك الركنه يا دكتور علاء، واقف لك عادي ركنه. الله آه، يعزك. بص يا دكتور علاء، هي برضو من وقتك في الاريا، ومن امم. الخبره بتاعتك في الاريا، ومن الخبره بتاعتك في اليوم. يعني في يوم معين مثلا حضرتك مثلا كنا بنشتغل مع بعض مثلا طلخه، فانا امم. ببقى عارف ان مثلا يوم طلخه ده افضل يوم مثلا في الاسبوع ان انا اشتغل طلخه يوم ثلاث، امم. بحيث ان احنا ممكن نعمل اكبر عدد من الزيارات في اقل عدد من الوقت. امم. تمام، يعني مثلا حضرتك جاي لي يوم ثلاث، هنعرف نعمل 5 زيارات في خلال 3 ساعات. انا امم. ببقى حاطط في دماغي، وببقى حاطط في دماغي هروح لدكتور مثلا كذا الساعه كذا، هخرج منه اروح للدكتور كذا. وبرضه دي بتبقى توفيق ربنا، يعني انا ممكن اكيد اروح اكيد، احنا بناخد انا ممكن بالاسباب، فانا قصدي بالظبط. انا ممكن ابقى رايح للدكتور الاقي الدكتور العياده فاضيه، والدكتور بيتكلم في التليفون جوه قاعد ساعه. امم. فدي بتبقى اولا من الاكسبيرينس بتاعتك في الاريا، والاكسبيرينس بتاعتك مع الدكاتره اصلا مواعيدهم، والوقت ده بيكون زحمه ولا لا، ده بتبقى اول العياده ولا اخر العياده. امم. ف بتبقى مظبطها يعني على السكيل ده. طيب دي بقى ناخد منها نصيحه لزميلنا الفريش اللي داخلين جديد، علشان يقدر يلم الاريا بتاعته بمواعيدها، كان بيحتاج من وقت قد ايه عشان وزي يبقى ما حضرتك، مالك منين يودي على علشان يبقى فين؟ ملك الاريا ده، يعني لو مندوب، يعني لو زميل لسه فريش، تمام، امم. فحضرتك بتتكلم ان بروسبكشن، وعلى بال ما يعرف الاريا وعلى بال ما يعرف يمسك الاريا، بتتكلم ان اقل حاجه 3 شهور. 3 شهور، اه. اه طحن نفسه. اقل. اه طحن عشان نفسه. امم. بالظبط 3 شهور ينزل اول حاجه يعمل بروسبكشن صح، يشوف الاماكن، يشوف المواعيد، يشوف مش المواعيد بس، يشوف الميعاد المناسب او البيست تايم تو فيزيت للدكتور. اه. اه. تمام، ممكن الدكتور ده مثلا بيجي من الساعه واحدة، بس هو اول ما يجي الساعه واحدة الدكتور ده مش هيستقبل زيارات. صحيح تمام، صحيح. ممكن الدكتور يجي الساعه واحدة، ممكن من واحدة ل3، بس هو الدكتور ده بيحب الناس تزوره قبل ما بداية يمشي الكشف. مثلا. اه مم. قبل ما هو يمشي، قبل ما بداية يمشي. الكشف قبل ما يمشي بنص ساعة، اللي هو بياخد المناديب كلهم ورا بعض، او مم. مثلا بين الكشوفات، ايوه. فبيحاول يفصل ما بين البيشنت والتاني. مم. هو الوقت اللي ريكومند يعني اللي هو يبقى 3 شهور، يكون هارس الاريا، يكون هارس المواعيد، ولنفسه برضه يعني بالظبط، لانه في عارف الاخر ياخد هي نفسه كده في الاريا بس مش اكتر. ايوه صحيح، لانه هيبقى عارف يتحرك ازاي. بالظبط. طيب. انت من نوع من نمطك لما كنا بنعمل بعض الاختبارات، اللي هو الجرين او الاخضر، اللي هو استراكشرال، اللي هو ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، منظم مرتب، ما بيحبش المفاجآت، ما بيحبش الريسكي. تمام. ومع ان الشغلانه بتاعتنا سو دايناميك، انت كانت التغيرات والحاجات اللي بتفاجئك بتتعامل معاها ازاي؟ والله بص يا دكتور، انا بحس ان في الاخر هي، ما عارف، هي انماط شخصيه، فدي طبيعه شخصيه الانسان عموما يعني. ايوه. في ناس بيعرفوا يتكيفوا على مم. السيتويشن اللي هو فيه، مم. واحنا فانت لازم تبقى متكيف مع اي حاجه بتحصل. احنا الشغلانه اللي احنا فيها، انا ممكن ابقى في اللاين الحمد لله بيست اتشيفر، والادويه بتاعتي كويسه جدا والدنيا ماشيه حلوه جدا، فجاه امسك اللاين بتاعي يتغير، يتغير، ابقى راجل مم. شغال بيدي على اني شغال اي ان تي، ابقى شغال مم. اي ان تي على اني شغال جي اي تي وشيست. او الدكاتره انت لازم نفسها انت رايح تزورهم، قصدي الدكاتره كمان، نفسها مم. بالظبط. انت مم. الدكتور، وفي دكاتره شفت على حاجه، طلع في. مش حكايه شافت على حاجه، انت بتتكلم برضو على شخصيه الدكاتره. في دكتور انت بتبقى لسه بادئ معاه وهو لسه جونيور فاتح العياده، مم. بينه وبينك كده حاجه، تلاقي الدكتور ده شم نفسه بعد كده ممكن ايوه فجاه. ما أيوة. يعرفكش، انت اه. تبقى حبيبه بعد كده يقول لك ماشي هتوديني فين وبتاع، احنا لسه يا اه. ريس بنبدا مع بعض. فدي بتبقى ان انت بتقدر تتكيف مع
التغيرات في الداينامكس اصلا اللي موجوده في الماركت. كمان ان برضو لازم وانت بتتغير تبقى بتتغير ببلان، انت مش بتتغير انت ماشي حسب ممشي نفسك حسب ايه، اما الاريا تشيلك الاريا تحطك. لا انا بتغير مم. بس حاطط لنفسي بلان ان انا همشي عليها. يعني انا خلاص بقيت في لاين تاني، انا اتحطيت في سيتويشن وحطيت في امر واقع، فلازم ابقى متكيف مع الامر الواقع ده واعمل بلان ان انا امشي عليها بقى، واعمل مم. بلان ان انا ازاي هواكب التغير ده باحسن طريقه ممكنه يعني. ايوه، يعني انا فاهم كده انك ما خليتش نمطك يسيطر عليك، انت اللي مسيطر على نمطك، اه بتستخدم لازم، له. بالظبط، لان انا مم. مثلا لو نمت زي ما حضرتك عارف، انا اصلا انا كده فعلا، انا ما بحبش التغيير. بس لو ايوه، ما سبت انا بتكلم نفسي على هذا الاساس ده. لو انا سبت نفسي ان انا عايز افضل ستيك تو ذا بلان، وان انا افضل زي ما انا ما جامد اتحركش، وشديد. خلاص انا هفضل شغال بيديا وهم هيغيروا لي، هروح بقى اشوف فيكنت تاني بيديا بقى. خلاص، ما انا ايوه، مش هعرف الكاستمر اقعد. بتاعي كله في الان تي، انا مش هشتغل ان تي، لا انا شغال بيديا. لا مم. خلاص، لازم نمشي قادر نشغل الشغل. تغير امورك. بالظبط بالظبط. طيب، انا مره قابلتك من حوالي كان تقريبا 6 شهور لما اتقابلنا مع سعد كمان. ربنا يمسيه فاحنا بالخير. يا رب يا رب، وربنا يسهل له امره دايما يا رب. اكيد يا بيسمعنا رب. بقى دلوقتي، وندعي له دايما بالخير يعني. يا رب ان شاء الله. إيه- كان المعتاد في الزياره بتاعتك بتبقى سريعه، إن انت تو ذا بوينت على طول. في اخر مره قلت لي لا، انا بقيت اقعد بالساعه، او الاسيستنت تقعد تخبط على الباب، والله. وكويلات في المنصوره اللي هو مش مستحمل اساسا. او انت كنت الاول لا، تو ذا بوينت على طول، ايه اللي حصل؟ بص يا دكتور علاء، هي زي ما اقول لك برضو تاني، هي بترجع بالثقه، مم. بالاكسبيرينس، بترجع برضو الثقه في النفس. مم. ان زمان مثلا انا كان الهمي او الاوبجيكتيف في الزياره ان انا اخش اقول السيلز بوينت، ان انا اخش اقول اسك يس اور نو كويستشن، اللي هو ايه، انا مش مركز في اي، يعني ممكن الدكتور يرد عليا اصلا بس انا عندي كلمتين في دماغي انا عايز اخش اقول. آه. بالظبط. مم. انت راجل دلوقتي مثلا بتكتب ازيثرو، راجل ما بتكتبش اموكسيلين، انا اخش اقول لك السيلينج بوينت بتاعت الازيثرومايسين مم. إيه اللي، مم. فايه. اما دلوقتي مع الريليشن مع الاكسبيرينس انك تسمع اكتر الدكتور، ويبقى في تو وي كوميونيكيشن، وما تخافش، وعادي الدكتور ده زيه زينا، مم. انسان زيه زينا، بيبقى عايز يتكلم، بيبقى عايز ياخد ويدي، وانا شايف ان هو بالخبره وبالاكسبيرينس وبالوقت الموضوع ده انت بتتغلب عليه. مم. بس. تمام، يعني هي الريليشن هتيجي من الريجولار فيزيت زي ما انت قلت، بالظبط. واسمع كويس، فهيجي لي السؤال كويس. تمام. خلاص. طيب، احكي لي كده، يومك بيبقى عامل ازاي اساسا في الاريا، يعني كنمط راجل ستراكشرال منظم؟ بيبقى يومك ازاي؟ حتى لما جيت اسالك على الميعاد قلت لي خلينا خميس وجمعه يعني. بس ان عشان حاجه كده، عشان ما تجيش انتوا في ما 10 بالليل تلاقيني نايم، اي هتبقى اي. صعبه. هو اليوم العادي، هو اليوم العادي مم. للميديكال ريب، اللي هو بيصحى الصبح مم. ينزل ايه. بس مم. طبعا بيبقى الواحد مظبط نفسه اللي هو ينزل يبقى صاحي قبلها بفتره، بحيث لو الستارتنج بوينت بتاعتي 10، ابقى وانا مثلا لو انا معيش عربيه او السيتويشن الحالي يعني، ابقى انا في الموقف بركب 10 الا ربع اقل حاجه. لو بركه بعيد عني ابقى في الموقف 9 ونص، بحيث ان انا ادي مساحه او سبيس كده لمشكله بقى في العربيه، مشكله في التحميل، مشكله بتاع. برضه نفس الكلام لو ميديكال ريب مع عربيه، ما هوش عارف المواصلات هتبقى عامله ازاي، ممكن ينزل يلاقي العربيه عاملاها معاه، ينزل تحت ينسى ان التابلت ما خدوش، يطلع ياخده تاني، فيبقى يدي لنفسه سبيس كده قبل الستارتنج بوينت. مم. بعد كده تبقى برضه تبقى نازل البريكه بتاعتك، تشوف انت هتشتغل لونج داي، هتشتغل يوم عادي بي ام اللي هو بتروح وترجع تاني، وتظبط زياراتك على حسب البريكه، تبقى عامل حسابك مثلا انت النهارده هتشتغل الدكاتره بتوع البي ام الصبح بس، فانا هخلص الساعه 5، ابقى مظبط مواعيد زياراتي كلها ان يخلص الساعه 5 عشان اشوف هعمل ايه تاني، لو عندي اي لو عندي اي اكتيفيتيز اعملها بعد الشغل. هكذا ان انت بقى تبقى عامل بلان للصبح، مش نازل مثلا يلا انا هنزل ازور مين، يلا نازل مع واحد زميلي هنقعد نلف على الدكاتره، واللي نجيبه عرفنا نجيب 5 زيارات هنجيبهم، عرفنا نجيب 7 8 زيارات هنجيبهم. لا طبعا، لازم تبقى مم. حاطط بلان لنفسك وبلان كافيه بالوقت. بمعنى ايه كافيه للوقت؟ فهمني الحته دي. يعني ابقى احط لنفسي، يعني ابقى احط، يعني ما ابقاش مزنوق في الوقت، ما ابقاش مثلا نازل المستشفى مثلا مستشفى الجامعه، انا عارف ان الزيارات مثلا بتبتدي هناك الساعه 12، ابقى مم. هناك الساعه مثلا اقول بقى خلاص ما هو براحتي، ابقى هناك الساعه 12 الا ربع. مم. ساعات كتير واوقات كتير اصلا بتلاقي ان الزيارات، بتلاقي ان العياده فضيت الساعه مثلا 11 ونص، فتلاقي الناس آه. دخلت.
اه. فتلاقي ان الدكاتره خدوا الميديكال ريب وخلصوا، وهم اصلا حكومه فخلصوا ومشوا، فانت تروح الساعه ايوه 12 على الميعاد بتاعي وانا حاطط ايوه. بلان وهو بالظبط اهو، رحت الساعه اه. 12 ما لقيتش حد. امم. فالواحد يدي وقت كده اللي هو ايه للعوامل العوامل البشريه بقى زي ما بقول لك يعني. تمام. انا لاحظتها حتى لما كنا بنحضر تريننج وكده، ميعادنا 10 عليك بالظبط، داخل 10 لدقيقة 10 ودقيقة داخل قاعة التدريب و... بص من... برضه يا دكتور يعني في حاجات زي كده، والناس الناس عموما كلها يعني احنا كلنا بنبقى ملتزمين الحمد لله في الوقت. فانا يعني ما نحبش ان حد نتاخر عليه. يعني هو مثلا الدكتور علاء اللي بيدينا التريننج اصلا جاي في وقته، وجاي محترم الوقت، وجاي في الوقت بالظبط، وجاي من سفر. يعني حضرتك جاي مكتب المنصوره ومن سفر، واصل هنا الساعه 10 الا ربع. مم. هل انا ابقى ميديكال ريب اللي من المنصوره جاي لحضرتك الساعه 10 وربع؟ لا اولا اصل انا يعني بتكلم على شخصيتك انت، فعادي في ناس اه بتتاخر، لا بتكلم لا لا انا عدت ده اللي عدته عليك، يعني عدت لا عليك لا بالميعاد بالظبط، يعني ده اللي قصدي لا، انا يعني. ببقى مظبطها الحمد لله ان انا مدي الوقت وقت كفايه ان انا اجي بدري احسن من ان اجي اه. بدري فهاجي على الوقت. انما لو ظبطت ان انا اجي على الوقت هتلاقيني جاي متاخر. الواحد يدي لنفسه ايه، ما جالش 10 دقائق نص ساعه كده. طيب، انت دلوقتي اللي انا عارف الحمد لله انت بتجهز نفسك لجواز وكده، قول لي المهارات الدعايه ساعدتك ازاي في تجهيز لجوازك؟ والله يا دكتور، يا مهارات الدعايه الحمد لله اهلتني ان انا اشتغل، فانا احوش، فانا طب اعرف الحمد اجيب العب. لله. اه. ده الحل الوحيد. لا اه. ما انت برضه يا دكتور عايز اقول لك حاجه، إن شغلانه الدعايه برضه يعني بتخلي الواحد مفتح. امم. تمام، اللي هو بيعرف يتكلم مع كل الناس. انت مثلا لو انت شغال ميديكال ريب، انت ما بتقابلش دكاتره بس، اه. انت بتقابل كل طبقات المجتمع. كل. امم. بالظبط، من اول الاسيستنت، من اول الصيدلي، من اول الصيدلي اللي واقف في الصيدليه وهو مش صيدلي. فانت امم. بتعرف تتعامل مع كل الناس، وبرضه بتتعامل مع الناس بتوع السيلز، بيبقى عندك نيجوشيشن. فانت عندك امم. نيجوشيشن، فتروح بقى وانت بتجهز تعرف تفاصل، تقول لا امم. انا عايز 1000 جنيه زياده، 1000 جنيه اقل. فالدعايه الدعايه يا دكتور انا شايف انها كويسه جدا، انها برضه بتفتح دماغي. يعني مش بتفتح ما بتخليش انت شغال شغلانه تقليديه، ان انا مثلا بروح بعمل حاجه معينه ما بغيرهاش. لا انت امم. هنا بتتعامل مع كل الناس، بتتعامل مع كل الفئات، بتتعامل مع الدكاتره، بتتعامل مع الناس برضو في ناس مش متعلمين، تعرف تتعامل معاهم ازاي. بتتعامل امم. في فلوس، فانت بتعرف تحسب وبتعرف تروح بتعرف تيجي. بتفتح لك عينك يعني من الاخر، خلاكش قطه مغمضه كده لسه متخرج، صحيح. لا اه. بتخليك في خلال 6 شهور انت قلبت واحد الدنيا. تاني واحد تاني. واحد حرفيا، امم. والانسان ساعتها هو بيحكم على نفسه، بيجي يقارن امم. بين نفسه كده من دلوقتي ل6 شهور فاتوا، يقول لا انا اتغيرت خالص، انا ايه اللي انسان اتغير في تاني تمام. سمير، ايه اللي اتغير في سمير بعد الكليه؟ ثلاث حاجات كده جوهريه اتغيرت. بعد كل انا كطبيعتي انا ما كنتش يعني ايه، مش عايز اقول لك انا الحمد لله لي اصحاب كتير، بس اللي هو ايه ما كنتش بحب اللي هو ايه خلاص هم يعني هم دول، خلاص اللي هم دول اتعودت عليهم. اتعودت عليهم، مش ناقصه بقى اقعد اتعرف على حد جديد ولسه اشوف اه. بتاع. لا انت امم. في الدعايه كل يوم بتعرف حد جديد، كل امم. يوم بتعرف حد جديد في بلد جديده. انا دلوقتي اصحابي كلهم مثلا سي ما بين في المنصوره، فانا امم. عارف الدنيا في المنصوره دلوقتي بتقابل ناس في الشرقيه، بتعرف ناس من الاسماعيليه، بتعرف ناس من القاهره، تلاقي انت في تريننج عرفت ناس من قنا ومن سوهاج، تعرف شخصيات بقى جديده عندك مع الاستعداد انك تتعرف كمان. اه بالظبط تبقى امم. عايز انت تتعرف، مش استعداد بس اللي انا هبقى اه. متقبل اصدقاء، لا اللي انا ابقى عايز اصلا اروح اعمل صداقات جديده وكده يعني. ايوه، فدي حاجات اتغيرت معاك. لا دي حاجه مهمه جدا. انا بقول لك عشان لما جيت افكر مع سمير قلت لا، هو سمير هو دايما بيمثل لي النمط الاخضر الجرين الاستراكشرال المنظم، فانا حابب امم اعرف ايه يتغير فيه، ايه النمط لا وساعده هي ازاي الشغلانه انت. بتغير ناس كتير والله يا دكتور علاء، بتغير ايوه صح. الانسان 100 للي عاوز 180 درجه. وخاصه اللي عاوز يغير نفسه ويطور نفسه. بالظبط حصل. مم. طيب، لفت انتباهي برضو احنا لما كنا بننزل كوتشنج عمرك ما اشتكيت لي من حاجتين: التولز قليله او كتيره، ما اشتكتش من قيمتها او قلتها او كده. وتاني مم. حاجه موضوع المخازن اللي دايما بتبقى عائق كبير في التحقيق، وخاصه في السنتر، والبيع بتاعك ما بيبقاش مسمع قد كده. ازاي كنت بالظبط. بتغلب على حاجه زي كده، عن حاجتين صعبين جدا لاي حد شغال، وخاصه في السنتر مفيش تولز والمخازن مسمعه وبتتعبه في البيع بتاعه؟ بص يا دكتور علاء، هو موضوع التولز ده طبعا بيأثر مع الميديكال ريب، ما امم. انكرش. بس موضوع التولز ده
انا بس ممكن عشان انا عندي منصوره سنتر مثلا، او ممكن انا بتكلم عن السيتويشن بتاعنا مش امم. سيتويشن بقيه الزملاء يعني. ان التولز مش هي التول الوحيده اصلا للشغل. مش يعني الدكتور مش هيبقى هو مش اول حاجه بيبص لها هو العيان. مش اول حاجه امم. بيبص لها هي القلم والبلوك نوت. دي حاجات جنب الشغل، دي حاجات بتبقى مهمه جدا، بس مش هي دي الحاجه اللي بتخليك تشتغل، مش هي دي الحاجه اللي بتخليك تحقق. امم. تمام. يعني مثلا انا مثلا في دكاتره كي اولات، مثلا عندي في الاريا دكاتره كي اولز المنصوره سنتر. هل امم. الدكتور كي اول قاعد مستني ان السامبلز تجيله او ان يشوف نعم. البروشور؟ لا. وغيري طبعا، يعني احنا بنتكلم مثلا على، انا مثلا شغال في شركه فاركو. عندك مناديب المالتي ناشونال كلهم. انت تشوف امم. مندوب المالتي ناشونال هو نازل اصلا بالتابلت. بالظبط اه. تمام. هو يعني أنا امم. ما بشوفش اللي هو اي بي سي فلاير بس. دي طبعا حاجه مهمه جدا. دي حاجه امم. مهمه جدا للميديكال ريب. ودي تول، يعني التولز دي بتعتبر زي بتبقى ريمايندر للدكتور. في دكاتره بيحبوا يكتب يدي للبيشنت، او الدكتور بيحب يدي للبيشنت زي سامبل كده مثلا، يقول لك خدها وكمل عليها. لو مثلا امم. هيمشي على لونج تيرم مثلا ميديكيشن، هياخدها ويكمل عليه. فانت بتتكيف برضه وخلاص. انا ما قداميش اوبشن الا ده. ما فيش تولز الفتره دي. امم. هعمل ايه؟ هظبط نفسي واظبط دنيتي واظبط زياراتي ان انا اخش من غير تول. امم. واحاول واظبط بقى الديتيلنج ايد، ان انا مثلا بدل، او دي حاجه احنا يعني دي حاجه انا كنت الحمد لله حاجه كنت عايز اعملها وحاجه بعملها. امم. ان انا مثلا بدل ما بيبقى التابلت عندي فيه 20 سلايد، امم. فانا اخش على الدكتور هيبقى عندي مشكله ان انا اخش عند الدكتور واقعد اقلب السلايد واحد اتنين، وعلى بال ما اوصل للسلايد الاخيره اللي بيبقى امم. فيها متجمعه السيلينج بوينتس كلها. لا. طب وليه؟ طب ما انا اظبط. عندي اوبشن ان انا اظبط السلايد بتاعتي، ان انا مثلا سلايد الاولانيه اللي هي اسم رقم سبعة البرودكت، و15 مثلا اسم البرودكت بختار. امم. والسلوجان بتاعي، ولو في اي كومباريجن او اي حاجه. واخر حاجه في الاخر السيلينج بوينت. تك تك تك. ابقى عمال قلت السيلينج بوينتس للدكتور كويس جدا، وفي الاخر ما طولتش عليه، او قلت له بقى اقعد استنى معايا التابلت بيهنج طبعا عارف يعني. التابلت اه. بيهنج ويقف وبتاع. لا، 3 سلايدات لاني خلاص خلصت. امم. مشكله التورس دي الحمد لله الواحد اتغلب عليها، اللي هو بيأدبت بس زي ما حضرتك عارف بيأدبت بس اه للوقت. وبلاننج يعني لاحظت برضو اه بتخطط هعمل ايه كل حاجه هخش بتخطيط كلمه السر معاك واخش التخطيط. بالظبط. امم. هبقى اخش مظبط انا هعمل ايه بس للدكتور، وهكلمه ازاي، وهكلمه بالديتيلنج ايه ازاي. بان مفيش ايوه. فلاير بسيبها بقول الكلمتين. لا، خلاص هكلمه على 3 سلايدات، واشفت الدواء التاني، واخر حاجه فلاش كول وخلاص، واقفل أيوة. الكول بتاعتي. ما انا بقول لك عشان كده لاحظت انك ما بتشتكيش، وتاني حاجه ولا اعتذرت حتى الدكتور قلت له والله معلش ما فيش عينات ما فيش كذا، لما بيحصل من بعض الزملاء مثلا على وجه عام ان هو بيروح برضه يفكر الدكتور معلش ان انا معليش عينات المره دي ما ما هو فيش بروشور. الدكتور اصلا ممكن اصلا مشكله، هو مش مش واخد همه باله. اصلا انت بتعتذر اه. ليه يا ابني؟ ما حصلش حاجه يا حبيبي. ايوه انا بالظبط. انا كده كده مش مستنيك، مش مستني انت العينه اصلا. بتفكرني طب انت كمان طب خلاص مش بتفكر. كاتب لك بقى المره الجايه بقى. ايوه. خلاص انا مش عايز لما تجيب لي عينه بقى ان شاء الله حماده ابقى اكتب لك. ايوه لا طبعا بالظبط. مش كده يعني. مم. طيب وتحدي ان ما يكون في سيلز داخل عليك كل شويه كل شويه، كنت بتعمل ايه او مجهودك بيبقى ازاي فاهمني كده؟ لا بالظبط. لا بمعنى يعني مثلا دلوقتي الناس كانت تشتكي ان الاسعار عاليه في المخازن والصيدليات بتاخد من المخازن ما بتاخدش من الموزعين، وانت راجل في السنتر فارقامك لازم تبقى واضحه وصريحه، فكنت بتتغلب آه على ده ازاي؟ بتغير ان عموما الشركه مثلا احنا بيبقى لينا تارجت برايفت، ويبقى لينا امم. تارجت تاني ستورز. امم. تمام. فانا عشان برضه ابقى راضي نفسي الصراحه يعني يا دكتور، عشان ما اكذبش عليك، ان اقول ان انا حقي ما بيضيعش، ان هو خلاص الستورز انا يعني مثلا زميلي مثلا في القاهره هو بيبيع علبه انا باخد منه. خلاص اه. هو هناك شغال، فانا هنا شغال. واهم حاجه عندي، اهم حاجه برضو عندي، ان الفيدباك يبقى كويس، وان الروشته للدكتور، الروشته عندي من الدكتور ما تبطلش تنزل. بحيث ان انا لو نازل اي حد كويس عندي، لو نازل اي حد من من مثلا الهاير من مانجمنت من اه. هاير مانجمنت، نازل معاه الفيلد ترينر زي حضرتك، نازل معايا امم. الناشونال بزنس يونت، ينزل معايا. هو مش اول، هو ما بيبصش لمحمد هو كميديكال ريب السيلز بتاعتك والستور والبرايفت. هو طبعا دي طبعا في السيلز ريفيو اه. هينفخني فيها. اه. انما هو اه. بيبقى نازل اهم حاجه ان هو يشوف يشوف الكواليتي الفيدباك. بتاعت الكول بالظبط. شفت والبرفورمانس بتاعك. بالظبط الكواليتي بتاعت الكول والبرفورمانس والتايم مانجمنت بتاعك في الاريا، امم. والفيدباك طبعا. والفيدباك ده اهم حاجه. فهو هيبقى مركز ان ان البريسكريبشن بتنزل، وان الدواء بيطلع. امم. تمام.
هو بقى بالنسبه له، هو بقى كبزنس يونت او ناشونال سيلز، هو بيبقى عارف هو هيقسمها ازاي. مم. تمام، هو عارف اللي هو بينزل للستورز، فهو عشان حق بس المن. نوضح لزمايلنا المستمعين، مم. بس عشان ممكن ما يكونش السيستم ده عندهم، ان هي شركه بتبيع اساسا ستورز احد زيها مم. زي اي موزع، وبتاخد نسبتك من الكوتا بتاعتك حسب الكوتا بتاعت المحافظه بتاعتك والاريا بتاعتك. بالظبط، وحق مم. يعني حق الميديكال ريب محفوظ. مم. في شركات يعني، في شركه قبل كده انا ما كنتش، وكان خلاص هو الستورز دي بتنزل ساعات ما بتتحسبليش. فانا كنت مم. بعمل حاجه كويسه جدا، ان انا بحاول ازود الاوردرات الدايركت بتاعتي. مم. تمام، يعني خلاص انا دلوقتي على يدك بقى، على يدك بقى لازم تلم شغلك على يدك. الاوردر اه. بقى بنفسي. خلاص انت مم. مثلا روح للصيدليه، انت يا باشا بتحب تجيب منين؟ مم. والله ده انا بجيب مخازن. ليه بتجيب من المخازن؟ الدنيا عامله ازاي هناك؟ والله طب ده في بونص كويس جدا في المتحده. طب خلاص البونص ده قرب مش هقول لك طبعا البونص، يعني البونص في اوقات كتير ما بيوصلش للخصم بتاع المخزن، بس مم. برضه ساعات الصيدلي ساعات كتير بيحب يتعامل مع المتحده، بيحب يتعامل مع شركات التوزيع، وبرضه بيابريشيت برضه ساعات، ساعات مم. ومش مم. كتير ايوه صحيح، بيابريشيت. خلينا واقعيين، بالظبط، هنتكلم واقع. بالظبط، لان بيبقى طب الجاب سؤال، بص احنا ممكن نتغافل على نص 1%، انما احيانا بيبقى لا في انما 4 و5%. دي مشكله مشكله. بتواجهنا كلنا بالظبط. اه. لما يبقى مم. 4 5 انا بتكلم ان هو لما يبقى في بونص مم. سبيشال بونص، يقدر هعرف اعمل. يغطي ده. بالظبط، هعرف مم. اعمل الصيدليه دي موافقه انها تقرب مم. للخصم المخ. بتاع المخزن مم. بالظبط. ولو في اوقات كتير برضو بيبقى الخصم بتاع المخزن هو قريب جدا للخصم، او يعتبر هو الخصم بتاعي. ايوه ايوه، فانا واذا بدل ما استنى بدل ما اقعد مستنى ان الصيدلي ياخد البرودكت بتاعي على الخصم بتاع المخزن. طب ليه يا باشا؟ طب انا اجيب مم. لك دايركت اوردر من واجل شركه، مثلا والتاني وادي بالظبط له شركه فيتشرز او توزيع. بنفيت زياده. اه. بالظبط، وقفل يا باشا كمان شهر ونص مم. ونزل، مش مشكله. يعني احنا كان عندنا الحمد لله برودكت لونش اسمه سيداتوس. مم. هو دواء كح، بس مم. دواء كح يعني برضو مش هيربال، لو كان دواء كح كيميكال. المهم هو برودكت لونش عموما. فاحنا اللي نجحنا، او اللي نجح الترابيزه كلها الحمد لله عندنا يعني عموما، انه هي الفكره دي. ما نزلش لسه. اه. ايه، ما نزلش مخازن لسه يعني. اه ما نزلش مكان. فانا شغالين على الدايركت اوردر، وشغالين على الناس مم. اللي بتخرجوا او تو سي، وانك تعمل ليست او تو سي وتظبط الليسته بتاعتك. مم. وما تخليش ان الصيدلي يقعد لسه يدور عليه ويشوف لسه هيجيبه منين. لا مم. خلاص، الاوردر عندك اهو، بمجرد البريسكريبشن تنزل، لا خلاص الروشته تكون خلصانه، ما مم. تبقاش واقفه على صنف ويقعد يتجاب من حته تانيه وكده يعني. فانت ايوه. برضه تبقى محتاج مجهود بدني، بس كله هيجي في النفع عليك في وسمارت. الاخر يعني. بالظبط. وسمارت مم. فعلا. مظبوط. طب انت اتكيت قوي على كلمه الفيدباك وانت بتتكلم، امم بيعني ايه ليك الفيدباك في شغلك؟ دكتور علاء، هو الفيدباك هو الشغلانه مم. عموما. مم. سواء كان الفيدباك من صيدلي عن البرودكت بتاعك بيتحرك ولا لا، سواء كان فيدباك الدكتور نفسه عن البرودكت بتاعك هو افكتيف ولا لا، هو الدكتور بيكتبه ولا لا، مم. دكتور معلش يعني الدكتور بيشتغلك ولا لا. ممكن اقول لك، اخش اقول له ازيك يا دكتور، اخبارك ايه، اخبار البرودكت بتاعنا ايه، معاك ايه آه. النهارده، يقول لك زي الفل مولع لك الدنيا. مم. تنزل تحت تلاقيه ولا ما يعرفوش الصيدلي، ما يعرفوش ما اسمه. بيقول لي مين يا ابني ده ايه. اصلا، ما اه. بيكتبش الماده اصلا. ايوه. طب مين اللي ضحك عليك وجايبك كده؟ اه. ممكن يبقى مولع لك الدنيا مثلا، وهو في السكيل بتاعه يعني مثلا، زي مثلا اه، في الدكتور انديكيشن بيكتب في معين حاجه. انديكيشن بالظبط ازيثرومايسين، فانا مولع لك الدنيا. اول ما بقرر اكتب ازيثرومايسين اه. بكتبه لك، اللي هو في الحالات المايلد او المودريت. اما اه، مثلا لما هو في بتجي. الحالات بالظبط حالات السيفير بتاعته، الحالات اللي هو بيشوفها ماشي. بيكتب اموكسيسيلين كاليفورنيك اه. وبتاع، فبيكتب تحت 20 علبه بيكتب لي علبه واحده ازيثروميسين. وهو صادق وبيحلف بلا صادق. بالظبط، اه. بالظبط، مم. والصيدلي بيقول بيخرج فعلا تمام. مم. انما مم. بقى يبقى انا كده محترم كاستمر بقى من الاخر. طب خلاص، يا اما هغير الدكتور، يا اما خلاص هخلي الازروليد ده رقم ثلاثه هقلبه للريمايندر مثلا. مم. واشوف مم. بقى مثلا، هو مثلا الراجل ده بيكتب دواء كحه، يبقى الفيرست بريورتي عندي ان انا اخش اكلمه على مثلا في الدواء اللي شغال سيرت. تاني حاجه ازاي بالظبط. طيب فخلينا بقى في الصيدليه كمان، عشان تبقى موضوع لزمايلنا وخاصه مم. فريش يعني. كنت طريقتك واسلوبك ازاي تاخد فيدباك صحيح من الراجل؟ انت بلان، اصل كبلان انت اكيد بتحتاج ارقام هو بص، هو وقبل طبعا وبعد. لا لا لا، هو طبعا هو يعني مثلا انا اخش للصيدلي لازم ابقى اخد الفيدباك برقم. مم. تمام، انا اخش يعني برضو انا هبقى، احنا يعني دي مشكله بتواجهنا كلنا وبتواجهني انا وزمايلي الميديكال ريب، الوقت في الصيدليه بيبقى قليل. تمام، مم. وان ممكن الصيدلي مش قادر ان هو مثلا
يطلع لي يفتح الجهاز لو الصيدليه زحمه، مم. فيفتح الجهاز ويقعد يدور على الصنف بتاعك، وخرج كام علبه الشهر ده، وخرج كام علبه الشهر اللي فات. طب الشهر ده مثلا سترويد خرج كام، طب الزيثروماكس خرج كام، طب الزيثرود مم. خرج كام. فاقعد اقارن. طبعا الصيدلي بيني وبينك يا دكتور هو مش شغال عندي، صحيح. تمام، هو بيساعدني. فانا ما دام هو بيساعدني، انا برضه اساعده، اختار الوقت المناسب للصيدليه. انا مم. دخلت الصيدليه لقيت مثلا الصيدلي قاعد زحمه بيخلص للبيشنت ده، وعنده ده زحمه، وده جاي له بروشته، ممكن اخر نفسي لاخر الصيدليه، افضل واقف ساكت لحد هو هيابريشيت ده جدا، ان انا وقفت، هو خلص الناس بتاعته وخلص البيزنس بتاعه وخلص المصلحه بتاعته، تمام. مم. وبعد كده اخش له بقى، هو ساعتها هيبقى رايق، اعرف بقى اخد الفيدباك بتاعي، اخد الفيدباك بتاعي كل برودكت بتاعي على حده، اخد الفيدباك بتاعي بالرقم. طبعا زي ما حضرتك عارف الرقم ده، ان انا اخد فيدباك برقم ده بيبقى مهم جدا، وبيبقى انديكيتور مم. ليا ان انا شغال اصلا ولا لا. صحيح. فيدباك الكومبيتيتور، لان ممكن ابقى انا مثلا طالع 20 علبه في الشهر، مم. ابقى انا خارج فرحان بيهم جدا بال 20 علبه دول، مم. اكتشف ان الكمبيوتر خارج 50 علبه في الشهر، يبقى انا ايوه كده ايوه. رحت في داهيه. ايوه صحيح، تمام. انا فين؟ ايوه. اه بالظبط. او انا مم. ساعات ودي حصلت لي قبل كده برضه يا دكتور، اه. احنا كلنا بنغلط، ان انا اخش ان الدكتور بيكتب لك 15 علبه ازولين، مم. طيب السلام عليكم، ازيك يا دكتور، الف شكر يا ريس، 15 علبه مم. ازولين والدنيا تمام. ينزل معايا ناشونال سيلز بيكتب، اخده انا طبعا للصيدليه داخل مم. فرحان. اه. تعالى يا دكتور النهارده الفيدباك كده، دكتور اكس مولع لي اه. الدنيا، تمام. اه. عملنا كام علبه يا باشا؟ 15 علبه. يوم الدكتور بقى الناشونال سيرز طالع بسؤال ناطط، طب والزيثرون عامل ايه؟ 30 علبه. ياه. اه. هو انا لابس في حيطه ده مع اقرب الصحه ولا لا؟ كومبيتور، ده اقرب بالظبط. كومبيتور. اه المين يا كومبيتيتور في بتاعي، لا تانيين هعرف بالظبط، لا لو في هعرف تانيين اكمل لسه. اه، لا هعرف اكمل الفيدباك، وهتلخبط وهعرق ودنيتي اه. هتبقى رايحه في ايوه. داهيه. فلا مم. طبعا انك تاخد ان الفيدباك بتاعك بعدد علب، وتاخد الكومبيتيتور كمان بعدد علب، لو في اه. امكانيه، لان في صيادله يقول لك اسال يرفض على الدكتور. البرودكت، اه اسال على البرودكت مم. بتاعك بس. مم. ودي بتحصل معانا، بتحصل على طول. مم. وطبعا وقت العياده طبعا، يعني وقت سوري، التايمنج بتاع الصيدلي وقت وتاخد الصيدليه، الفيدباك. اه. هو اللي بيفرق. وبرضه انك تخش برضه على على دكتور الصيدليه برضه، لو تبقى عارف مين اللي مسؤول عن الدكتور اللي مسؤول على الفيدباك واللي مسؤول على الاوردرات، بحيث مم. برضه ان انت لو دخلت لقيت الصنف بتاعك مثلا ناقص، تعمل اوردر على طول، ده يبقى كويس. صحيح. طيب لو قلنا يا باشا تنصح زمايلنا الجداد ثلاث نصايح بيكونوا مم. اسيت معاه او داعمين ليه او يفرقوا معاه في الشغلانه، تنصحهم بايه؟ انصحه انصحه وانصح نفسي. ايوه اول صحيح، حاجه ده اجمل اه حاجه والله. اه. بالظبط بالبلاننج، انك تبقى عامل بلان لنفسك. مم. يعني كل اول سنه آه، يعني زي تصلي صلاه استخاره كده وتدعي ربنا ان مم. انت ان شاء الله، ان السنه دي انا حاطط بلان ان انا ان شاء الله السنه دي ابقى من توب 10 على اللاين بتاعي. مم. ابقى مثلا لو سي برودكت لونش، ما اقولش ان انا ابقى سوبر مان في البرودكت لونش، ابقى انا مم. افرش البرودكت بتاعي حلو، مم. واعرف اكتب الدكاتره واللي ينزل معايا ياخد فيدباك بلان كويس. واقعيه، فاهم؟ دايما بلان اه واقعيه. اه. بالظبط. حط مم. بلان، حط بلان لنفسك، وبلان ما تلوتش على نفسك فيها. يعني مم. حط بلان واقعيه بالحاجه اللي انت تقدر عليها يعني. فاهم حاجه البلاننج، شايف ان البلاننج دي اهم حاجه، مم. تمام. انك تبقى ماشي على بلان. تاني حاجه انك تبقى متكيف مع اي حاجه بتتغير، يبقى في مم. مثلا مش تبقى ريجيد، ما تبقاش جامد. بالظبط، ما تبقاش ماسك نفسك ان انا خلاص، لا انا متعود على واحد اتنين تلاته، انا مش هغير واحد اتنين تلاته. لا، الداينامكس بتاعت الماركت بتتغير. مم. انا دلوقتي تلات ارباع الشركات دي، مشكله الشركات كلها بتعاني منها، مم. ان البرودكت مش موجود. ثلاث مم. ارباع الادويه مش موجوده. طب ايوه. فانا هعمل ايه؟ ما انا لازم، خلاص البرودكت بتاعتي مش موجوده، انا دلوقتي شغال في ريسبيراتوري بزنس يونت، واحتمال بكره الصبح نسمع مم. ان في استراكشر في شهر 6، ان نلاقي ان اشتغلت على ادويه جاهز تانيه. جاهز عادي بالظبط. خلاص. فانت مم. تبقى خلاص بتقلب بقى الصفحة بالظبط اه. تتكيف. الشغل مم. شغل على كله، فانت تبقى متكيف ان انت هتشتغل هنا تمام، هتشتغل هنا تمام، هيودوك لاين كذا تمام، جالك مدير جديد كذا تمام، جالك مم. مدير كبير تمام، جالك مدير صغير تمام. مم. انا شغال على حسب ما الماركت بيتغير، انا كمان هقدر اتغير معاه. تمام، يبقى كده بلاننج، كده الادابتابيليتي. ايه تالت ممكن تنصح؟ مم.
والله ان الانسان ما يحبطش بقى، يعني انا شايف برضه ان ممكن في حاجات كتير اه، ممكن في حاجات كتير قوي كتير ممكن بتقابلنا تاثر. مواقف كتيرة فعلا، يبقى خلاص على اه شفا ناخد. وملهاش علاقه وملها يعني ممكن حاجات تاثر، ممكن حاجات كتيره تاثر في حياتك. مم. ممكن سيت داونز كتير انت ما تقدرش، يعني خلاص مشاكل حصلت في حياتك، المشاكل دي تاثر على شغلك. يعني كل حاجه بتعدي وكل حاجه بتتغير. آه. اهم حاجه يبقى عندك ايمان بس بالله، وان كل حاجه تبقى تمام وهتلاقي الدنيا اعتقد ماشيه يا معاك. دكتور سمير دي انت تعلمها من الزمالك، صح؟ آه. دي اثرت معايا الصراحه، ان هي فعلا كل حاجه بتعدي، كل هنخسر ده النهارده وهصحى الصبح الدنيا تمام، الدنيا تعال، كويسه مش في صح، اي حاجه. اكتر حاجة الواحد بالظبط. يتعلمها، صح؟ اكتر حاجه الواحد اتعلمها من الزمالك. لا برضه يعني برضه يا دكتور، اه. في حاجات شخصيه برضه ساعات كتير مم. بتاثر على الانسان. الميديكال ريب هو مش جهاز، يعني اه، مش احنا جهاز بني 24. ادمين، اه. احنا بني مم. ادمين بنتعب وبنزعل وبنفرح وبتاع. فيبقى دي حاجات طبعا بتاثر على الشغل، بس الانسان يعني ايه يحاول يتخطاها ويحاول يتعامل وتلاقي الدنيا كويسه ان شاء انا الله، اعرف. وكله بيتوفى ان شاء الله. هيبقى اخر سؤال، انا اعرف ان النمط الجرين او الاستراكشرال اللي هو تبع سيلز بيرسونا اللي هو نمطك ده، حتى اوقات الراحه بيخطط لها او اجازاته، انت فعلا بتعمل كده؟ هو يعني هي ما بتبقاش خطه بالمعنى، بس انت اه. يعني ما بتبقاش انا مثلا النهارده الخميس اجازه، انا هصحى الصبح الساعه 10 هنزل اصلي الظهر هنزل اخرج. لا ما بتبقاش كده، بس انا مم. ببقى عارف هعمل ايه في اليوم، وابقى مم. حاطط بلان. مثلا مم. انا هخرج النهارده الساعه 5، اكلم الشباب الساعه 2، ايه يا شباب هننزل النهارده بالليل ولا ايه الكلام؟ مم. طب هنروح هننزل، طب هننزل فين؟ هنقعد فين؟ طب هنخلص الساعه كام؟ اكون مظبط انا هرجع اقعد مثلا في مثلا تاسكات، لو في ساعات تاسكات كتير يعني عايز ارجع بدري عشان اخلص. فانت بتبقى ماشي حياتك كلها ماشي. في اوقات اجازه ماشي، انا هبقى قاعد في البيت ومريح وبشوف مم. الدنيا ماشيه ازاي، انما لا برضو انت بتبقى عارف هتعمل ايه في يومك من اول اليوم. يعني فعلا، عارف ان الخميس هخرج، ان الجمعه هقعد في البيت. فانا ايوه، ايوه. بحب كده، انا بحب الخميس اخرج، الجمعه اقعد في البيت. اه، وقت راحه قعدت استجمام تلم نفسك، بالظبط، اه. انا بحب الكنبه ما بقتش بقدر ايوه. اقوم الصراحه. بس طيب. ابو سمره، بصراحه انا سعدت جدا باللقاء معاك بجد، يعني حبيبي يا دكتور سعدت علاء، والله بجد انا والله. مبسوط. انا انا مبسوط اسعد اكتر. والله، وانا مبسوط جدا جدا والله، وشكرا على مساهمتك، شكرا على نصايحك لزمايلنا، وشكرا انك شاركتنا تجربتك دي. والله يا دكتور و- علاء انا مبسوط اكتر من حضرتك طبعا بكتير، ان انا اولا شفت حضرتك واتكلمت الله معاك، يعزك، لان الله بقالنا يعزك. فتره كبيره جدا فعلا يعني الله. ما تقابلناش او شفنا بعض. واتمنى ان انا اشوفك ان شاء الله دكتور في المنصوره بقى قريب باذن باذن الله. الله يا رب، ان شاء الله نشكر ماشي يا زميلنا دكتور علاء. المستمعين والمشاهدين، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، شكرا اشكر جدا لك. صحة حضرتك يا دكتور. الله يصح السلام. ماشي مع السلامه. سلام، مع السلامه.